السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة تحسن به الأخلاق وتيسر به الأرزاق وتدفع به الميشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من الدنيا إلى يوم الطلاق وسترا بين يديك يا عزيزة يا خلاق. صلوا على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا شوفوا الحوسة والحاجات اللي احنا فيها. عايزة أقول لكم الدنيا ملخبطة خالص عندي زي ما انتوا شايفين كده. العيال جايبينها كده عليها وطيها، والعيال بقى مشغولة بالدروس وانتوا عارفين بقى تالتة ثانوي وكده. فوالله قلت كده اتشجعت وقلت يلا هتوكل على الله واشوف بقى الدنيا دي، وهخليها كده معاكم بإذن الله زي الفل كده. وهنعمل كمان اخر النهار كده هنعمل اكل. بس يلا تعالوا معايا. عايزة اقول لكم وانا واقفة كده كنت بكلم ابني وهو بيصور اصلا، يعني بيوري الناس كده الكركبه والحوسه اللي احنا فيها. فبقول له يا ابني كنت استنى لما رتبت الدنيا شويه، عشان الدنيا شكلها وحش، الناس هتقول علينا ايه وكده. قال لي لا يا ماما، لازم كل حاجه تبقى واضحه كده زي ما انتوا شايفين. يلا بقى نبدأ كده بسم الله ونتوكل على الله. وايه، وكنت كده معايا تليفون، قلت بقى يعني وانا بتكلم كده في التليفون انضف. وكنت عايزه اقول لكم يعني قاعده ازعق بقى في الايه، في اللي فاضل، اللي راح درس راح، واللي اتخد مني الزعيق واقف يعني يسمع مني كده ايه الزعيق وكده، علشان خاطر هما مش مظبطين الاوضه بتاعتهم وكده. فزي ما انتوا شايفين هغير بقى الملايات. وعايزه اقول لكم اليوم ده كان تصبين بقى وحوسه، بس طبعا ما صبنتش معاكم لان الغساله بتاعتي وكده في الحمام، فعزكم الله يعني. فما حبيتش ان انا ايه اخدكم معايا وكده ايه، ان انا ابهدل الدنيا معايا في الاستاند بيتبهدل كمان في الميه والحاجات دي. فقلت يلا ايه ننضف مع بعض ونعمل ان شاء الله ايه اكل مع بعض. خليكم معايا لغايه اخر الفيديو باذن الله. فيديو تشجيع كده لاي حد كسلان مش قادر ان هو يقوم ولا يروق ولا يعمل اي حاجه. والله انا عايزه اقول لكم ان انا كنت كسلانه جدا يعني. بس لما اول ما فتحت الاوضه وشفت المنظر ده لا قلت لا هتوكل على الله كده واخلص كل حاجه معاكم. صليتوا بقى على الحبيب النبي. عايزه بقى اقول لكم وانتوا شغالين كده ما تبطلوش اذكار يا جماعه. انا كان معايا صحيح مكالمه، بس والله يعني ايه، بعد ما خلصت المكالمه وكده يعني طول ما انا بعمل بسمي الله بتوكل على الله يعني ايه. بقول الادعيه كده اللي انا قادره ان انا احفظها وكده، بقعد اقولها طول ما انا شغاله. زي ما انتوا شايفين كده بقى كانت الدنيا مكركبه. وبص ابني كان عاوز يظبط لي يعني الكاميرا وكده، فمش عارف يظبطها، بيعملها فيها ذبذبات وكده. عايزين بقى ندعو لأهل غزة والسودان والدول العربية كلها الحروب كده تنتهي، والناس دي يعني ربنا يصبرها على الابتلاء العظيم اللي هم فيه. فعلا فعلا هم في ابتلاء، محتاجين كلنا كده ندعو لهم بالنصر يا رب، ويصبرهم على الابتلاء اللي هو العظيم اللي هم فيه، ويصبرهم على الأطفال والضحايا اللي هي بتموت كده يعني بلا ذنب. يعني ربنا يصبرهم على ابتلائهم، اللهم امين. هنا بقى الحمد لله بفضل من ربنا خلصت كل حاجة. السرير راحت زي الفل، والأوضة والله يعني ما غابتش في ايدي اي حاجة، وترتبت وراحت كده السرير زي الفل ما فيهاش اي حاجة. بس كانت ايه الهدوم دي هاخد منها اللي هغسله، وفي هدوم كده ايه البيجامات والحاجات بتاعة العيال هركنها على جنب. وهرتب برضو السرير ده لان ده ما كانش حد بينام عليه، فكنت عايزة برضو ارتبه برضو واظبطه كده. هشوف الاول كده الملايات بتاعته كده نظيفة ولا عفشة ولا ايه، يعني هعمل فيها ايه وكده، علشان ايه اخدها معايا بالمرة. لو عايزة تتغسل اغسلها بالمرة كده واظبط السرير ده. وصحيح محدش بينام عليه وكده، فانا بحب برضو ان انا ايه اغير الحاجة وما اخليهاش يعني ايه تقعد ياما وكده على السراير. برضو بتتطرب حتى لو محدش بينام عليها وكده بتتطرب. فانا حبيت كده ان انا اشوف الملاية من تحت واظبطه وكده، لقيته نضيف يعني لسه وزي الفل. قلت يلا بقى كده اعدل الملايه واشد كده الايه الكبرتيه بتاعتي، وخلاص السرير ده كمان خلص معانا. وهطبق بقى الغطا اللي لو الحد يعني عايزه او كده. وخلاص كده الاوضه بتاعتي راحت زي الفل. زي ما انتوا شايفين الثلاث سراير زي الفل، فاضل لنا الدولاب بس مش هعمله النهارده، هسيبه بقى اليوم تاني. لو قدرت اصور معاكم باذن الله هصور، ما قدرتش صراحه مش هصور معاكم. تمام. عايزاكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات وتكتبوا لي كده شجعتكم ولا لا، ورأيكم في الحاجات اللي احنا بنعملها. هشد بقى الستاره واقفل الشباك وخلاص كده الاوضه خدت تهويتها الكافيه. مش هعوز منها بقى اي حاجه، هضلمها بقى لو عيالي مثلا جت من الدرس ولا حاجه حبت تريح او كده تخش تنام، واوضتها زي الفل زي ما انتوا شايفين. يلا نخش على المطبخ وشوفوا هنعمل ايه. وكنت نفسي اعمل لهم اكله كده هم بيكونوا بيحبوها، وكنت والله محتاره خالص اعمل ايه. معايا بقى بصوا بقى يعني اكتر من نص كيلو بصل، يعني انا جايبه كميه كبيره كده من البصل.
هقطعها معاكم في الكبة الحزينة. انا مسمية الكبة دي يا جماعة حزينة يعني بسبب يعني ان هي ما بتضربليش الحاجة كويس، فمسميها الكبة الحزينة. معايا كده ايه اكتر من نص كيلو تقريبا بصل، هضربه بقى حبة بحبة كده. وتعالوا شوفوا هنعمل ايه. ضربته كده، مرضتش اضرب معاكم لان الكبة بتدوخني، فما حبيتش ادوخكم معايا. سيبته بقى في مصفى كده ياخد ويدي كده مع نفسه، يتصفى كده مع نفسه. ومعايا بقى الطماطم دي، عايزه اقول لكم بقى يعني حوالي كيلو طماطم. هقطعها كده وهضربها برضو في الكبه، لان الايه الطماطم دي محتاجاها، وهعمل كل حاجه في الكبه قبل النور ما يقطع. كنت مستعجله بصراحه لاني كنت خايفه خالص، لاني قايمه متاخر وعامله الاوضه متاخر فكنت خايفه. ضربت الطماطم كده وصفيتها كمان، انا عايزه اصفيها مش عايزه فيها قشر ولا اي حاجه. وهقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. واللي عرف لغايه هنا من الفيديو احنا عملنا ايه بعد ما فضيت اللي انتوا شايفينه ده، اكيد عرف هعمل ايه. احط على العدس بتاعي حبه ميه سخنه وهركنه على جنب، واحط حله على النار وهعمل كشري مصراوي في حله واحده، بس بطريقه بقى مميزه وحلوه مش هتشوفوها الا في قناتي بس. عايزاكم بقى تشجعوني وتعملوا لايك وسبسكرايب كده عشان خاطر القناه، ودعوه حلوه كده من قلبكم، وتقولوا لي رايكم ايه في الحاجات اللي احنا بنعملها. احنا بدأنا اول اليوم بروتين جميل، وبعد كده هنعمل اكل كمان، ومش هاخد فيه اي وقت والله، يعني مش هاخد فيه نص ساعه باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الماده الدهنيه اللي انت حباها، حبه زيت وحبه زبده، وكم قطعه من الزبده كده. وحطيت ايه بعد ما ساحت، حطيت معلقه كبيره كده من الثوم وقلبتها خليتها لون الجلد كده. وبعد كده هحط عليها 4 معالق من الخل. وخلاص كده التسبيكه بتاعه الطماطم بتاعتي كده ايه خلاص جاهزه. هحطها بقى على جنب تاخد وتدي كده مع نفسها، واحط بقى حبه بابريكا وحبه كاري وحبه ملح، وحطيت كمان حبه كده كمون وايه وحبه كزبره. مش عارفه انا بتلخبط معاكم ليه كل ما اتكلم يا جماعه، والله زي ما اكون داخله في امتحان. هنا بقى احط ايه واحده برجريه ولا 2 علشان خاطر تخلي لون الطماطم حلو كده، لان الطماطم بتاعتي ما كانتش ايه حمرا قوي. هنا يلا تعالوا نخش بقى على الحله التانية الجباره دي بقى، هي اللي هتاخد كل المكونات بتاعتنا بطريقه سهله وجميله. وعايزه اخليكم تجربوها، طريقه جميله جدا جدا، وبيطلع الحاجه مستويه وحلوه خالص. احط برضو المادة الدهنية اللي انت حباها، حطيت 3 قطع من الزبدة وحبة زيت، وهقلب كده على النار لغايه ما الايه كله كده ايه يسيح في بعضه. عندي بقى ايه كيس مكرونه كده واحطها كده تتحمر معايا في الايه في الحله بتاعتي لغايه ما اللون يكون جلدي برضو كده. هفضل اقلب فيها لغايه ما هوريكم دلوقتي اللون بتاعها وصل لغايه فين. عايزه اقول لكم يعني عيالي، واحده من عيالي كانت جات من الدرس ودخلت تذاكر، وهي رايحه الدرس التاني لقيتني خلصت الاكل ده. بعد كده حطيت الايه العدس بتاعي بعد ما قعد نص ساعه كده منقوع، حطيته كده عليها ياخد برضو لون. يعني كل حاجه بغلفها كده بلون ايه لون الجلد الجميل ده. وبعدها بحط عليها بقيه المكونات، وما تخافيش لا هتتحرق منك ولا اي حاجه، طول ما انت ايدك فيها ما تخافيش خالص، كل حاجه هتتحمر وهتبقى زي الفل. هنا بقى حطيت الشعريه دي، وكان المفروض ان انا اكسرها اكتر من كده، هي دوختني عشان كبيره شويه. بس ما يعني ما يغركمش، كل حاجه خلصت وجميله وخدت اللون اللي انا حباه. بعد كده ضفت الرز برضو، وهعمل الرز نفس الايه قصه، زي ما حمرت وغلفت كل حاجه كده بالايه بالماده الدهنيه بتاعتي وخدت لون. الرز بتاعي كمان هشمعه كده على النار، وكل حاجه كده كانت جاهزه زي ما انتم شايفين، وكل حاجه متقلبه على بعضها كده وجميله. وما شاء الله ما شاء الله، بدل ما اعمل 3 4 حلل لا انا عملت حله واحده. بعد ما غلفت الرز كده حطيت بقى الكاتل بتاعي مليان ميه سخنه كده. احط بقى الكميه الميه اللي هي تغطي معايا الكميه بتاعت الحله اللي قدامي دي. احط بس حبه الملح بتوعي وخلاص كده. هزوده كمان حبه ميه باردين لان الكاتل كان خلاص خلصت الميه اللي فيه، وهسيبه برضو ياخد ويدي كده مع نفسه. وهنا كمان الصلصه بتاعتي خلاص السبكت، هقلبها تقلبتين وبعد كده خلاص هطفي عليها، ودي كمان جاهزه معايا كده في الايه في التقديم بتاعي. وزي ما انتوا شايفين كل حاجة خلصت، وكمان قبل النور ما يقطع يا جماعة. شايفين بقى المية البصل نزلت مية قد ايه. انا المية دي هستخدمها في حاجة تانية. شايفين هحطها في بولة كده وهركنها على جنب. وتعالوا شوفوا البصل بعد ما اتصفى انا عصرته يعني شوية، وهحط عليه 3 4 معالق دقيق. ودي الطريقة الجميلة اللي بتخلي البصل بتاعي يقرمش ويتحمر تحمير كويس وما يشربش ايه الزيت.
يعني بصراحة دي احلى طريقة عملت بيها البصل المصراوي او البصل اللي بنزوقه بيه العدس او بنزوقه بيه الكشري. فهو بطريقته بتبقى جميلة. لو انت حابة تعمليه حلقات برضو نفس الفكرة دي تعمليها بتبقى جميلة خالص. هنا بقى هشيل حلة الايه الطماطم واحط بقى الزيت بتاعي علشان خاطر ان انا كده احمر. هنا الرز بتاعي اتشرب خلاص، حطيت له الصاجه وسبته على جنب. هنا بقى معايا بقى الدقه بتاعت التحفه الجميله دي، حطيت ميه بصل وحبه خل وحبه معلقه دقه كبيره كده وحبه شطه وحبه ملح. وهقلب بقى كل المكونات دي وهفضل ادوق فيها لغايه ما احس كده ان ايه طعمها ايه مناسب يعني على الشطه بتاعتي مناسبه يعني، لان انا بعملها طريقه الحرقان بتاعتها متبقاش جامده جامد علشان خاطر ما تاذيش العيال وكده. هعمل بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده خلاص هي خلصت وكده كمان دي اتركنت كده على جنب علشان خاطر ايه الدقه بتاعتي كده خلاص. هنا بقى البصل بتاعي بعد ما انا مش عارفه يا جماعه يعني صوتي بيروح فين، طول ما انا بكلمكم صوتي بيروح خالص، فبقفل واظبط صوتي واشرب ميه علشان اقدر اكمل معاكم. هنا بقى حطيت الايه الزيت على النار وخليته يحمى جامد او يسخن جامد، وبعد كده حطيت البصل بتاعي. هنا بقى ده بقى يعني اختياري برضو لو انتوا حابين انكم تحطوه او لا. ده كان بتاعت شطة كده حراقة نار، قلت بقى لو حد عايز يستخدمها او ياكل منها يحط منها على الاكل عادي يعني مفيش مشكلة. هنا الصلصة بتاعتي جاهزة الحمد لله، احطها في طبق. واللي انا شيلته ده البنجر يا جماعة مفيش حاجة يعني. شايفين لون الطماطم بتاعتي لونها تحفة وجميل ازاي، احمر وردي كده جميل ما شاء الله عليه. هنا بقى البصلايه بتاعتي اول ما بحطها بتبقى النار عاليه خالص، بعد كده بوطي عليها وبفضل ايدي فيها وبقلبها علشان لغايه ما توصل اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللون عامل ازاي؟ واتمنى والله انا مش عارفه انا صورت لكم ولا لا، صوت القرمشه تحفه 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 واللون بتاعها جميل خالص وما شاء الله عليه حلو كده وجميل وبيقرمش وايه ونسيت كمان اقول لكم ان انا ايه رشيت كمان عليه حبة ملح صغيرين كده. هشرب بق مية بقى وارجع لكم تاني. عايزة اقول لكم بقى ان الاكل بتاعي تحفة وجميل وزي ما انتوا شايفين كده. دي طبعا الشطة كده ملهلبة، حتى اللي انا قطعتها الشطة اللي انا مقطعاها دي يعني زي ما انتوا شايفين كده والله مقطعة يعني ملهلبة كده. نار الله الموقدة يعني. بصوا عملتها جميلة ازاي. ومعايا هنا كمان الصلصة بتاعتي اهي ما شاء الله بالثوم كده والخل. عايزة اقول لكم تحفة وفاخر من الاخر كده زي ما انتوا شايفين. هنيجوا بقى للايه للبصل. سامعين البصل؟ علشان كده برش عليه رشة ايه رشة دقيق وبحطه ايه يتعصر ميته الاول علشان خاطر المية لما بتنزل منه ورشة الدقيق بتخلي فيه زي المحلات بالظبط. شايفين الجمال؟ سامعين؟ هنا بقى الكشري بتاعه اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله على قلبه. وهنا يا رب اللي ياكل من الاكل بتاعنا كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاكل جميل وتحفه كده. تقدري تقدميه بالطريقه اللي انا عاملاها دي، طريقه جميله وتحفه وما شاء الله عليها حلوه جدا جدا والطعم جميل وما بياخدش وقت ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم بنتي جات ورايحه الدرس لقيتني كده خلصت في نص ساعه. هتحط بقى كده ايه البصل بتاعك وتنزلي بقى كده وما شاء الله ولا قوه الا بالله. حاجه كده جميله جميله ومجربه عاملاها قبل كده. عايزاكم بقى ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب ودعوه حلوه كده من قلبكم، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الحاجات اللي احنا بنعملها. ما تنسونيش كده في دعوه حلوه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.